شو تسوي انت اذا هيك طلعت لك قيم بالوزاري؟ عندك مساحه، انت تاخذ مساحات كبيره انت بالوزاري، يعني تاخذ مساحات شلون هيك كل هاي الجداحه هيك، يعني حجوم كبيره جدا. حتى شنو؟ لان هاي تعتبر سلاح بالنسبه لكم. الطالب صفن قال شنو 17 على 7 سالب 13 على 7؟ انا ما مقتنع. وين مساحتي؟ هاي مساحتي. امساح دور ثاني. طلع من الامتحان. يابا شلون جاوبت؟ والله اجلت. يابا ليش؟ اكو شيء ما عرفته؟ قال لا، بس اكس طلعت لي 17 على 7. ما مرتاح للرقم، اني ما مرتاح. لا، مو هو يقيس على الشكل، يعني شكل الرقم ما عجبه. لا يعني هذا مو يعني ما لا لا ما اكو قلبي يلعب. تجيب له سؤال سهل مباشر قلبه يلعب. لا اني هذا معقول السؤال سهل؟ لا اني بعد غلط. امساح. تجيب له سؤال بيه مشاكل وهيش تطلع له ارقام. هذا الارقام قلبي يلعب من عند هذا السؤال، ارقامه صعبه. امساح. لك لا، انت ويا السؤال السهل ضعت ومكمل امتحانك، ولا انت ويا السؤال اللي هيك ارقامه مكمل امتحانك. شو اجيب لك؟ بس قل لي شو اجيب لك؟ جيب له ارقام صعبه قلبه يلعب. مسح. ارقام سهله وسؤال مباشر معقول. ابو الوزاري يجيب لي مباشر؟ لا ما معقوله. انا اذا احل غلط امسحها، لازم امسح. وكل اسد يمسح ويروح دور ثاني غصبا ما عليه. اسئله صعبه، اسئله سهله، اسئله مركزه، اسئله خارجيه، اسئله اثرائيه، اسئله غصبا ما عليه، لان اذا يطلع يرسم. فمن الممكن يحصل بالدور الاول مثلا 86، بالدور الثاني على الاسئله مثلا اذا جت اصعب جزء حصل له 70، بس هو يرضى بال70 لان غصبا ما عليه، بينما هو رفض ال86 مثلا. لا احكي لك. هذا الحذف والتعويض. المحاضره القادمه